بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. في البداية الحمد لله رب العالمين، فكل نعمة تسدى إلينا من خالق السماوات والأرض تستحق الحمد والشكر، وهو الذي وعد في وحيه الطاهر: ولئن شكرتم لأزيدنكم. أما بالنسبة للموضوع لن أطيل عليكم، فقط أجتهد في بيان هذا العنوان: الصلح قيمة ومنهاج، من خلال بعض الرسائل. أولا، الأصول الشرعية للصلح. الذي يقرأ كتاب الله عز وجل ويطلع على السنة النبوية ويستقرئ السيرة النبوية المطهرة سيجد تلك الأصول ناطقة بقيم الصلح على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع، بل في جميع مجالات الحياة. قال ربنا عز وجل في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في سورة واحدة نجد آيات كثيرة، منها سورة النساء الآية 35، سورة النساء الآية 65 التي تلوتها عليكم الآن، سورة النساء الآية 128، سورة الحجرات الآية 10، سورة الأنفال الآية الأولى. آيات كثيرة في كتاب الله العزيز تدعون جميعا إلى تجذير الصلح وترسيخه على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع. في السنة النبوية أيضا نجد الكثير من النصوص، منها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء حينما قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. وإذا عدنا إلى السيرة النبوية نجد أيضا مواقف كثيرة، من ذلك الموقف الذي أشار إليه السيد الوالي حينما اقتتل أهل قباء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد، والذي خرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصلح، رقم الحديث 2693. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. دعوة صريحة من المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى إشراك الصلحاء، إلى إشراك رجال الصلح في ترسيخ قيمة الصلح. اذهبوا بنا نصلح بينهم. إذن فالنصوص الشرعية كثيرة جدا، أكتفي بما ذكر على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. ثم أعود ثانيا للحديث عن الأصول الاجتماعية للصلح. المجتمع الجزائري زاخر بالقيم وبالثقافة بل وبالهيئات التي تجسد قيمة الصلح، والأمثلة أيضا كثيرة. من أراد أن يبحث عن هذه القيمة شرقا غربا شمالا جنوبا وسطا سيجد كلمة جماعة تجمع في كل مكان. إذا ذهبنا إلى إخواننا في وادي ميزاب العزابة في منطقة القبائل تجمعث أو تجمعيث، كلمة جماعة موجودة في الجزائر قاطبة. إذن فهذا رصيد اجتماعي زاخر لا بد أن يحفظ ولا بد أن يورث للأجيال القادمة. وإذا عدنا إلى الأصول القانونية ثالثا نجد النصوص القانونية الجزائرية تنسجم تماما
مع ما تقرر في الوحي الطاهر وما تأصل في المجتمع الجزائري. على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، أبدأ بالقانون رقم 75/58. هذا القانون المعدل والمتمم نجد الكثير من المواد القانونية التي تقنن قيمة الصلح. على سبيل المثال المادة 439، المادة 440، المادة 443 التي أشارت بوضوح إلى أن محضر الصلح يعد سندا تنفيذيا. هذه المادة سادتي وجهاء القوم، سادتي الحكماء الفضلاء رجال الصلح، نقول لكم هذه المادة القانونية مادة ارتقت في مستوى الفكر القانوني إلى مقام سامق. لما؟ لأنها اعتبرت محضر الصلح سندا تنفيذيا، وهذا الكلام في دنيا القانون له اعتبار كبير وله وزن كبير. وهذه المادة تنسجم تماما مع المادة 1003 والمادة 1004 من قانون 0809 المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية. الفرق بينهما أن المادة 1004 تنص على الآتي: يعد محضر الاتفاق سندا تنفيذيا. أما المادة 443 من قانون 75/58 تنص على الآتي: يعد محضر الصلح سندا تنفيذيا. المادة الأولى متعلقة بالوساطة القضائية، والمادة الثانية في قانون 75/58 تتعلق بمجال الصلح. إذن هذه مادة قانونية تنسجم تماما مع النصوص الشرعية، وتنسجم تماما وتتناغم مع الأصول الاجتماعية للصلح. وهناك قوانين أخرى، ذكرت قانون 0809 في المادة 900، المادة صريحة تماما. وإذا رجعنا إلى المادة 459 ذكرت 3 مسائل مهمة جدا. المسألة الأولى الجانب الوقائي قبل وقوع النزاع، نصت على ذلك المادة 459. المسألة الثانية الجانب العلاجي في حالة حصول النزاع، حينما يتصدى لهذا النزاع رجال الصلح ونساء الصلح، يعد ذلك سندا تنفيذيا كما ذكرت في المادة السابقة. المسألة الثالثة وهي مهمة جدا: ضرورة التنازل عند حصول التنازع، وهذا مبدأ شرعي أصيل. إذا حصل التنازع لا بد من التنازل، ولا يمكن أن يتحقق الصلح عند التنازع إلا بالتنازل. ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا في صلح الحديبية هذا الصلح الرائد الذي وصفه رب العزة جل جلاله بقوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصلح، صلح الحديبية، قدم تنازلات ترجيحا كما يقول علماء الشريعة للمصالح المستقبلية الدائمة، ولم ينظر إلى المصالح العرضية الآنية المؤقتة. يعلمنا كيف نتنازل حينما نتنازع. هذا الصلح الذي أشرف عليه النبي صلى الله عليه وسلم سماه القرآن في وحي طاهر يتلى إلى نهاية الدنيا: الفتح المبين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إذن هذه النصوص القانونية تنسجم تماما مع ما تقر في وحي الله عز وجل. ثم نعود إلى
تدابير الرحمة في 1995، نعود إلى تدابير الوئام المدني في 1999، ثم نعود إلى الاستفتاء الحاصل بتاريخ 29/9/2005 الذي توج بالإعلان رقم 1، الإعلان رقم 1 المتعلق بميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي رافقته جملة من النصوص التطبيقية على رأسها المرسوم الرئاسي رقم 06/93 06/94 06/95. هذه النصوص التطبيقية لها عدة مقاصد: المقصد الأول إجرائي، المقصد الثاني قضائي، والمقصد الثالث اقتصادي، والمقصد الرابع أمني، والمقصد الخامس اجتماعي. إذن سادتي الأفاضل، هذا هو الانسجام الحاصل بين منظومتنا القانونية وبين شريعتنا الغراء وبين أصالتنا كمجتمع جزائري أصيل. ثم في الخاتمة أقول لكم سادتي ولا أطيل عليكم، جميع المبادرات التي تنبع من هذا المجتمع، ذكر سيدي الوالي أخي الفاضل عادل مشري، أسأل الله أن يحفظه ويبارك فيما يملك، وأن يبارك في صحته وأهله وفي ولده، وأن يبارك في جميع الخيرين في هذه الولاية المعطاء، رجالا نساء صغارا كبارا مسؤولين حكاما ومحكومين، لأن الخير كامن في هذا المجتمع. وقد قال فقهاؤنا: ما جاء على أصله لا سؤال عليه. هذه المبادرات، القافلة الطبية التي ترعى الصحة، وما أدراك ما الصحة، فالإنسان لا يبدع ولا ينتج ولا يكون فاعلا فعالا إلا إذا تمتع بصحة جيدة. هذه مبادرة خيرة. الحضارة تصنع، الحضارة تصنع، والحضارة يبنيها الإنسان، والإنسان هو العنصر الأساس في بناء الحضارات وفي إقامة النهضات. وقد ذكرت قبل حين السيدة الفاضلة البنت المحترمة الوفية رحمه الله أمال زواغي في كتاب راقي جدا تحت عنوان الإرشاد الأسري، أولوية لا تقبل التأجيل، أشارت في الصفحة 23 إلى ضرورة الاستثمار في الإنسان، لترما بنادم. نعم، عبر عنها الشعر حينما نظر إلى هذه الأرض المعطاء، قال: أحببتك يا أرض من يوم علمت أنك أمي، من يومها أشكو إليك همومي. أحببتك فتعلمت منك الكثير، علمتني يا أرض فن الممات، ومن بعد الموت كيف الحياة، علمتني كيف أحب أحزاني وأبعد من قلبي العدوان، علمتني كيف أدفن أشجاني، علمتني شروط الإنسان، هكذا عرفتك وفية ترعين كل العهود، وفي وجهك قرأت أسمى معاني الخلود، وأسمع صرخاتك تدوي دوي الرعود، تنادين الناس للصلاة لجلال السجود، دمت للناس خير أم رعاك رب الوجود. حفظكم الله والسلام عليكم.